أصدقاء المرور. أصدقاء المرور ده مشروع بيقدمه وزير الشباب والرياضة دكتور خالد عبد العزيز للشباب اللي قادر إن هو يتحمل المسؤولية تحت أي ظروف، حتى لو كانت الحقيقة في إشارة مرور. المرور مش للرجالة بس، لا المرور ده كمان بقى للرجالة كمان الستات، وزي ما بنقول الست ب100 راجل. والست ما بيمنعهاش ان هي تقوم بدورها في المهنه دي، على حتى لو المهنه دي فيها صعوبه. دور المراه في المجتمع دور مهم جدا، ان هي تشارك بثقافتها بعملها كمان بجهدها. طبعا يعني مشروع اصدقاء المرور ده من المشروعات المهمه جدا، ويعني يا ريت كل واحد يعمل المشروع ده بشكل شخصي، لانه اكيد هيفرق جدا في حياتنا وكمان في بلدنا. حتى لو بتشارك بنت مع راجل مرور، تنظيم المرور على فكره يا جماعه ما بقاش دلوقتي للرجاله بس. بضحكه سلمى ورزانه نوره وداعا للزحمه، معانا النهارده نوره عشان تحكي لنا تجربتها، وكمان منورنا الاستاذ ابراهيم الهندي المشرف على مشروع اصدقاء المرور. صباح الورد عليكم ومنورنا، وطبعا بحييكم على المشروع الجميل ده. صباح الورد عليك يا نور، صباح الورد عليك يا ابراهيم. بصي، هو المفروض انا ابتدي بيكي عشان ليديز فيرست والاتيكيت والحاجات دي، بس عايزه ابتدي بابراهيم علشان اعرف منك ايه الفكره؟ ايه بقى الكلام الجامد ده والست الفكرة إن إحنا كنا محتاجين نساعد المرور الفترة اللي فاتت. المبادرة دي كانت موجودة على أرض الواقع من أكتر من 10 سنين، توقفت. فاحنا حبينا نرجعها تاني ونشتغل عليها تاني. فقدمنا مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. يعني دي في الجيزة بس، مش في المحافظات التانية؟ في إدارة تنفيذ خدمات المشروعات للسيد وكيل الوزارة أحمد محمود صالح. وبعدين فعلناها إن إحنا قدمناها للوزارة، المهندس خالد عبد العزيز وافق عليها وطلع البند اللي هم المكافأة البسيطة اللي إحنا بنطلعها للأولاد كل شهر. وبدأنا المشروع، أعلنا مراكز الشباب من خلال أندية الجوال اللي موجودة عندنا. شباب لقينا إن الشباب كتير قوي عايزين يتقدموا، وكمان البنات يمكن أكتر كمان البنات. ودي كانت ميزة بالنسبة لنا، إن يكون عندنا مش شباب بس في الشارع، لا يكون عندنا شباب. عشان تعرفوا بس إن ست المترو. لا، وهي دي الميزة فعلا في المشروع. عايزة أقول لك إنه البنت بقى تتحد مع الراجل، وكمان في أصعب حاجة اللي هي المرور. أروح بقى لنورة البنوتة أو الجانب النسائي الحلو. يعني خليني اقول لك انه من اكتر الحاجات اللي بتؤرق اي شخص اول ما بيصحى من النوم وبيبدا حياته انه يركب عربيته، او حتى ان هو ينزل الشارع يمشي على رجله، انه يروح مشواره، وطبيعي ان هو بيتعرض لكل الحاجات اللي بتضايقه. زحمه، كلاكسات، معاكسات، مضايقات، كل الحاجات اللي احنا بنقولها. طبعا انا بحييكوا على المشروع، وبحييكي انت شخصيا ان انت كبنت يعني نزلتي وبداتي تتعاملي وما خفتيش. ازاي؟ يعني احكي لي. يعني اي حد في مكانك ممكن يفكر 1000 مره قبل ما يقبل على الخطوه دي، انت ازاي دخلتي على الخطوه دي وصبر راحت كده؟ مبدئيا اصلا اول ما المشروع ده انا لقيته متواجد في مركز الشباب والنمرس، المركز بتاعي ده انا بنتمي ليه، وصلنا من وزاره الشباب والرياضه. قريت المشروع لقيته كويس جدا. انا حبيت المشروع لان انا اصلا الرئيس طبعا بعد افتتاح قناه السويس حرك جوانا حاجه كده، ان احنا نفسنا ننزل ونشارك في حاجه من اجل مصر. احنا نازلين نخدم، لا اي حاجه عموما، اي حاجه عموما. فلما قريت المشروع لقيتها اولا فكره جديده ما حصلتش في مصر غير مره واحده بس من 14 سنه في اسكندريه. لقيتها طب ايه المشكله لما البنت تنزل وتنظم مرور. نزلت لان طبعا احنا كلنا فاهمين وعارفين ان البنت في الاشاره دايما بتبيع مناديل، دايما بتبيع ورد، لقينا مثلا تمسح عربيات. لا انا نزلت عشان الغي الفكره دي خالص، عشان اثبت لهم ان البنت لا تقدر تعمل كل حاجه. وانا طبعا يعني انشر الفكره طبعا بتاع صلاح جاهين ان البنت فعلا زي الولد، صح، وان مصر مش طبعا. طب انا عايزه اقول لك حاجه، اهلك ما شجعوني جدا. والله يعني انا لقيت تشجيع اصلا، قلت لهم وخدت رايهم كده، طيب ماشي عادي انزلي. ليه؟ لان انا اصلا انا من صغري اصلا عندك ولاد؟ عندي 2. وارجعوكي برضه شجعوني برضه فعلا اكتر شخص شجعتي اول مره، حتى ان هم يعني لا خالص يشوفوا مثلا ايه الحاجات اللي ممكن تتعرضي لها، يقولوا لك خلي بالك. لا خالص. وكمان ده يرجع ان انا اصلا من صغري كمان موجوده على الخدمات العامه. يعني انا من صغري طبعا في الجوال وكده، من قبل المشاريع وفي التطور، من قبل المشاريع كلها خدمات عامه. يعني تنظيف شوارع كمان كنا ننزل مع بعض، تشجير، يعني مش بتقتصر بس على المرور.
بس هو هدفنا فعلا ان احنا حملة المرور اللي احنا عاملينها دي تنظيم المرور سواء من بنات او شباب تنتشر على ارجاء طبعا مصر كلها من المحافظة واحدة. ابراهيم انا عايزه اسالك بقى، يعني مشاركه نوره ويعني انت بتقول في بنات كتير كمان مشاركه معاكم في المشروع، انت استقبلتها ازاي؟ احنا بعد ما نشرنا والاولاد بداوا يعني يتقبلوا الموضوع، قروا عنه كويس، بدانا بعد كده ان احنا ناخدهم اللي هو مالكي اللي هو المسؤول عن المرور في محافظه الجيزه. اداهم كورس لمده يومين عن المرور، واداهم تشجيع اكتر من كورس. يعني هو قال لهم ان احنا معاكم بكافه طاقم العمل موجود في مرور الجيزه، هيبقى معاكم، مش هيسيبكم لحظه بلحظه، هتتعلموا يعني مش الكورس بس اللي هو يومين ده اللي هو المهم، لا ده الاهم ان انتوا على ارض الواقع هيبقوا معاكم ناس، هتبداوا لمده اسبوع او 5 ايام تتفرجوا الاول وتشوفوا انتوا ازاي احنا بنتعامل. هيبقى ليكوا بعض المهام معانا مساعده هتعرفوها، وتبداوا تتعاملوا من بعد اسبوع او 5 ايام على ارض الواقع، تبداوا تنظموا المرور. فهو اداهم الثقه الاول في القاعه، وبعدين اداهم الثقه على ارض الواقع، وكان بيمر عليهم تقريبا يوميا، دي طبعا من اكبر الميزات. وبعدين بقى هم انطلقوا، يعني هم اصلا زي ما قلت، زي ما هي نور قالت، ان احنا عندنا الفريق ده بيشتغل في خدمه عامه، وعندنا مشاريع ثانيه في اداره تنفيذ خدمات المشروعات. احنا بنعمل مبادرات ثانيه كتير، يعني مثلا كان عندنا في الاعياد شم النسيم وعيد الفطر ان شاء الله في عيد الاضحى بنعمل مبادره تاني اسمها في حديقه الحيوان. بنساعد الاولاد اللي هم الضائعين داخل حديقه الحيوان فتره العيد لرجوعهم لاهاليهم. مثلا في عيد الفطر المبارك كان عندي حوالي 380 حاله ضائعين. فانا مش بس بساعد، لا ده انا بساعد وبعمل الرجوع. بيبقوا معايا 380 حاله؟ 380 حاله. طب انتوا يعني هم بيبقوا فين؟ يعني هم بيبقوا ضايعين فبيبقوا تايهين يعني في زحام، يعني طبعا في العيد اولاد بيبقوا ما شاء الله المصريين بيخلفوا كتير قوي، بيبقى عندهم اولاد كتير، بيجوا فبيجي منهم ولد او اثنين كمان ساعات، في ناس ضاعوا اولادهم كلهم. طيب خلينا نرجع تاني لاصدقاء المرور، وواضح ان انتوا عاملين ما شاء الله حملات كتير جدا وبتدعمكم وزاره الشباب والرياضه. هرجع لنوره واسالك، اول يوم نزلتي فيه في الشارع احكي لنا عملتي ايه؟ يعني وقفتي فين؟ ايه المناطق اللي انت وقفتي فيها؟ وايه المناطق، هل في مناطق قلت لهم لا 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 المناطق دي مش هقف فيها خالص، انسوا ان انا اقف فيها؟ ده سؤال وانا حابة اجاوب حضرتك عليه. انا اول يوم اصلا نزلت فيه ده كان اختبار لينا كلنا، ان احنا سواء ان احنا هنكمل ولا مش هنكمل. نزلنا بصراحه بعد الدوره التدريبيه اللي احنا خدناها مع سياده اللي هو مجدي. نزلنا بقى الشارع، انا اخترت ميدان الجلاء علشان انا عارفه ان الميدان ده راقي وانا حابه ان انا انزل فيه. ده الجلاء ده اللي هو عند الاهرام؟ عندي عند الاهرام؟ الشيراتون. الشيراتون قدام اسم الدقي على طول. تمام. ده هادي ده. قلت اجرب فيه مع التنوع برضه في ميادين تانية. نزلت فتره اول يوم نزلت فتره مسائيه علشان بس اخد التجربه اشوف ان انا هكمل ولا لا. بصراحه اول ما رحت هناك الامناء اللي هناك رحبوا بيا جدا واتعرفنا على بعض. وقفت اول يوم. بتعملي ايه؟ نزلت اول يوم بقى طبعا عرفوني الاشارات وكده وعرفوني انا كان هشتغل ازاي. اشتغلت، وقفت طبعا استغراب بقى من الشعب المصري، بس بابتسامه. يعني ابتسامه الشعب المصري ده هي اللي شجعتني ان انا انزل مره تانية. شجعوني جدا سواء بالاشارات سواء طبعا بلعبه وحب. بصراحه الشعب المصري شجعني جدا في اول يوم. لا لقيته بيسمع الكلام. يعني انا توقعت ان بنت نازله طب بتوقف العربيه، لا بيقفوا بيستغربوا بيسالوا. بنشر انا بفكره او باكتر يعني. طبعا اول يوم ده كان صعب علينا كلنا، بس في نفس الوقت هو اللي شجعني ان انا انزل تاني يوم تالت يوم. طبعا الامناء هو ده اللي كان مطمني ان انا مش واقفه لوحدي، يعني انا في حد جنبي برضو. اصدقائنا الشباب برضو في المشروع ده كان مطمنا اكتر ان احنا مش بنات لوحدينا. نزلت اول يوم والحمد لله كملت يعني وحبيت الموضوع جدا وبعد كده مش هقدر استغنى عنه. بس انت بتقولي انه يعني كان في امناء، فانت ده معناه ان كان في امان حواليكي، يعني انت برضه ما كنتيش خايفه. قلتي مثلا اول مره ما يحصلش ريسك، ما اعملش مخاطره ان انا اروح اقف في مكان لوحدي، لازم برضه يبقى في حد حاميني. لا طبعا. اغرب موقف او اغرب كلمه تقولي ان الشعب المصري قبل ابتسامه وكان فرحان، ويمكن يكون يعني فرحان بيكي ان بنوته ونازله وتنظم المرور وفتح نفسه على الصبح كده. بالظبط كده طبعا. واكيد عايزين يشجعوكي، لو حاجه ايجابيه موجوده فاكيد عايزين يشجعوكي. اكيد طبعا. بس اكيد برضه قابلتي مواقف تانية او في بعض الكلمات اللي اتقالت لك ضايقتك. اغرب موقف حصل لك زعلك
تعليقات، وربنا يبارك لكم وربنا يقويكم طبعا من الشعب المصري. المواقف اللي اعترضت على الموقف يعني لا تذكر. يعني مثلا هما موقفين بالعدد، الناس اعترضت ولا وانت اللي موقفك هنا وانت الموازنه ده، لا تذكر. لكن طبعا انا اللي غلطت على كده ان ايه، لا في مواقف كتيره جدا الناس شجعتني فيها. صحيت اول يوم تاني يوم لقيتني بصاحب مثلا سواقين بقى الميكروباصات بقوا عرفوني، سواقين الاتوبيسات يعني مثلا، ومصاحبه بنات بتمر عليا كل يوم وبتسلم عليا. الناس اللي في الاشاره خلاص انا حفظت الناس دي، هي اللي شجعتني كل يوم لازم يسلموا عليا وهم ماشيين. يعني لقيت الحياه هاديه. في نوع من الألفة كده والتعاون، بقيت الناس بدأت ترتبط بيكي. فعلا اقتنعت ان المشروع ده معمول بحب. يعني كملي. معمول بحب، فهو الحب ده هو اللي بيشجعك ان انت تكملي اكتر. الصور المفروض هنشوفها صورك دلوقتي على زي ما انت شايف. قولي لنا بقى، احكي لنا الصور. انا وسلمى بتستلم مني شفت مسائي، كنت واقفه كنت بسلمها في اللحظه دي. ضحكت سلمى ورزقت نورة. حصل بما اني بقى يعني الهاديه بيقولوا هاديه بس انا مش هاديه يعني. لا انت مش هاديه على فكره. لا لا مش لا هاديه. بس انت واحده يعني حاسه متزعمه المشهد وواقفه ومش فارق معاكي يعني لا لا خالص. يعني بنت غيرك تخاف برضه تقف الوقت ده. طبعا. لا ما فيش خوف خالص، لان هو اصلا مصريه والشعب المصري ده بيشجع المصريين. دي سلمى وهي بتوقف سلمى عشان بتعدي كانت بتعدي واحد معاق. بعد كده طيب خلينا احنا نتفرج برضه دي بقى بتحاسبني جدا، يعني موقفه الاشاره واقفه يعني. هايله، برافو عليك. ست 100 راجل برضه. خليني يا شيخ ابراهيم ارجع لك ونتكلم عن في الاول اتفضلت وقلت ان انت تقدمتوا بالمبادره دي لوزاره الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز، وقابلكم بكل ترحاب ونفذتوا الموضوع ده على بس على نطاق ضيق، نطاق محافظه الجيزه اللي انتوا متواجدين فيها. للاسف بقى انا بقول ان اي مكان حكومي اما بندخله بنلاقي فيه بعض السلبيات او بعض المعوقات. ايه الحاجات اللي انت قابلتها واتحلت، وايه الحاجات اللي لسه لغايه دلوقتي ما اتحلتش وبتطلب ان هي تتحل عشان الموضوع يبقى ينتشر بقى على ايه كافه المحافظات؟ هو انا ممكن اقسم الموضوع لشقين يعني. انا مع محافظه الجيزه ومع اداره المرور دي كانت مشكله هم حلوها، وهم اصلا كمان اصحاب المبادره فيها. ان هم مش عايزين بس الاولاد يبقوا في الصيف شهرين لان هو مشروع شهرين بس، ده بالعكس هم حابين ان يكون عندنا اولاد. موضوع قطع كلامك ده بدون مقابل مادي، دي هم متطوعين، لكن المقابل المادي ده زي حافز بسيط جدا، 600 جنيه في الشهر، يعني حاجه بسيطه جدا. طب والله حلوين. هيجيبوا لكم كام كيلو لحمه عليا؟ لا بصراحه لا بس شكل مش عاملين ده يعني بسبب مقابل مادي او هم منتظرين حتى متطوعين، مقابل مادي. المبادره للتطوع. لكن ده هو ما يجيش يعني نوره بتيجي من الممرس لغايه الجلاء تصرف كتير مواصلات، يعني هو يمكن ما يكفاش مواصلات، بس هم حابين يعملوا ده، حابين يتطوعوا في ده. معلش بس هي برضه داخله المدرسه، لا بس هي داخله سوري الجامعه، انت داخله اولى جامعه بقى خلاص تبقي زميله صحافه صح؟ فهتبقى محتاجه اكيد برضه فلوس، هتبقى محتاجه وقت. دي السيد محافظ الجيزه استاذ خالد زكريا هو وعد ان هو هيزود لهم الحافز من ناحيه المحافظه. يعني انا اتمنى ان شاء الله دي هتبقى ميزه وحافز للاولاد كويس جدا. واداره المرور قالت ان هي محتاجه الاولاد كمان في فتره الدراسه، بس بدل ما احنا شغالين شيفتين من 9 صباحا حتى 2 ظهرا وبعدين من 2 ل 7، هم هيحتاجهم في فتره الذروه من الساعه 11 للساعه 4 اللي حابب يكمل، وهيكون وعد ان هو هيكون الحافز بقى المره دي كمان من اداره المرور او من الداخليه. طيب ارجع لمنى تاني بقى، ويعني وانت يعني شفنا الصور بتاعتك الجميله وانت واقفه بتنظمي المرور والعربيات وبتعدي الناس ويعني عامله حاجات كتيره حلوه. مفيش حد مثلا وهو ماشي كده قال لك يا ستي هو انت يعني هتصلحي الكون؟ ما تمشي بقى وتسيبينا في حالنا احنا ناقصين، يعني عارفه الحاجات اللي هي بتمسك الطبيعي بس هي مش مستفزه، هو الناس كلها بيبقى عليها ضغوط نفسيه وبتطلعها دايما وهي سيئه، وانا ما اعرفش ليه. يعني دايما عايزه اقول لك انه اسوء لحظه في حياه كل مصري اعتقد وهو سايق او هو رايح مشوار حتى ماشي في الشارع او حتى هو راكب تاكسي، يعني اي وسيله مواصلات بتبقى تساوي وسيله ضغط. ما فيش حد قبلك بكلمه زي دي او بتصرف جاب لك احباط؟ والله هو مش قابلنا انا بشكل شخصي، يعني هي حصلت فعلا في ميدان الجلاء مع يعني صديقي واقف معايا اسمه مهند، قال له يعني انت نازل انت فاكر نفسك هتصلح وهتعمل معرفش ايه، بس هو رد
عليه برد افضل. يعني هو قال له انا لو ما صلحتش على الاقل انا هبدا بنفسي، كل واحد يعمل دوره في البلد دي علشان نقدر ان احنا في اقل من 30 سنه زي ما سياده المحافظ قال ان احنا نكون من الدول المتقدمه على مستوى العالم. يا رب. فبس فاحنا كل واحد فينا بيعمل دوره بيبدا بنفسه. يعني انا ساعه ما نزلت انا نزلت وبدات بنفسي علشان اشجع البنات التانيه ان هي تنزل، علشان فعلا اثبت وجود البنت في الشارع المصري، علشان على الاقل مصر بتفرح من ساعه قناه السويس اكمل الفرحه بتاعت المصريين ما اوقفهاش. يعني احنا كان بقالنا كتير قوي بنسمع دم وبنسمع حزن وحوادث. لا مصر بتفرح، مصر. واحنا بجد كلنا فرحانين بيكي ان انت نموذج للمرأة المصرية المشرفة. اخيرا بقى ابراهيم، يعني ناقصكم ايه؟ ايه اللي انتوا عايزينه؟ وسؤال بقى مني انا، لو حد عايز يتطوع يجي لكم ازاي؟ ينضم للمبادرة؟ احنا مديرية شؤون الجيزة، إدارة تنفيذ الخدمات والمشروعات، مكان معروف يعني وسهل ان هم يوصلوا فين معلش لنا. فين؟ وانا فين؟ مديرية شؤون الرياضة بالجيزة، إدارة تنفيذ الخدمات والمشروعات، مدير الإدارة أستاذ عبد الإله الرباعي. تمام. هم سهل يوصلوا لنا عن طريق حتى أي مركز شباب. ايه اللي ناقصكم؟ احنا مش ناقصنا حاجة غير ان يكون عندنا استقرار. من المبادرة دي من أهدافها رجوع الشباب للتعامل مع الشرطة بشكل مختلف عن الأفكار المغلوطة اللي كانت موجودة من فترة. ترجع هيبة الدولة من خلال الشرطة والجيش. أكيد هترجع ورجع. ويعمل الشباب معاهم. وإحنا محتاجين كلنا بقى كشباب فعلا تفعيل دور الشباب بقوة الفترة الجاية في كل الميادين، مش في دي بس أو في تطوع بس. لا، احنا محتاجين الشباب فعلا تاخد فرصة كويسة، تاخد يعني يكون عندها مساحة أكبر يبدأوا يتعاملوا معاها زي ما قال سيادة الرئيس تمكين الشباب. أتمنى. طيب اخيرا نورة، وجيه كلمه سريعه لكل البنات اللي بيشوفونا دلوقتي واللي دايما يعني بيعملوا حاله كده من ان كل الرجاله ليهم شغلانه وكل الستات ليهم شغلانه خاصه بيهم. احب اقول لهم ان البنت تقدر تعمل كل حاجه واي حاجه في اي وقت، وان حتى لو كانت خاصه بالشاب مع احترامي ليهم ممكن تطلعها احسن من الشاب 100 مره، بس هي يكون عندها اراده وعندها فعلا حافز جواها يحركها ان هي تعمل حاجه صح. وكلمه اخيره ان مصر فعلا مش هتتقدم غير بايد الشاب والبنت مع بعض. ولا الشباب ولد ما هيش ايه ماشي على بقى. بشكرك يا نور، شكرا جزيلا. بشكرك يا ابراهيم، شكرا جزيلا. نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله بقى يبقى ايه نكلمكم او نشوفكم، يبقى لينا لقاء معاكم على العيد نعرف كده اخبار الحاله المروريه ايه بقى في العيد. بشكرك. نورتونا وصباح الورد عليكم. مشاهدينا احنا لسه مكملين معاكم برنامجنا صباح الورد، ولكن هنروح لفاصل صغير. بعد الفاصل هنرجع لكم هنفتح ملف مهم جدا عن المعاشات والتأمينات